وصفتنا النهاردة هعمل معاكم فتة الرقاق. هو المفروض بتتعمل بالرقاق الناشف، بس انا عندي رقاق طري. تعالوا تشوفوا طريقتي في عمل فتة الرقاق. اول حاجة معايا الرقاق انا مقطعاه مكعبات كده. عندي التوابل بتاعتي معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة كزبرة ناشفة. الوصفة دي بتحب البصل الكتير. انا هنا قطعت بصلاية وحطيت عليها فص ثوم، بس البصلة بتاعتي كبيرة. وعندي هنا شوربة، هي بتتعمل بشوربة بط او بشوربة لحمة، علشان بتبقى حلوة معاها، يعني بتدي طعم حلو. فدي عندي شوربة لحمة، وانا بحط عليها لحمة مفرومة. عندي صينية فيها 3 معالق زيت، هنزل بالبصل والثوم. انا هنا البصلة عندي طلعت كبيرة شوية على الزيت، فزودت شوية زيت، يعني هقول حطيت ربع كوباية زيت. هنفضل بقى نقلب في البصل لحد ما زي يتكرمل شوية كده معانا، يعني يبقى بني تمام. بعد كده في المرحلة دي بنزل بالتوابل بتاعتي. بعد ما وصلت خلاص لدرجة اللون دي هنزل بالشوربة. هتاخد غلوتين وهنطفي عليها ونسيبها تهدى شوية، عشان مش هينفع نحطها على الرقاق وهي سخنة، لانها لو حطيناها على الرقاق وهي سخنة الرقاق بتاعنا هيعجن. كده هنطفي عليها خلاص. نستنى الشوربة بتاعتنا تهدى شوية وبعدين نبدأ نحطها في طبق التقديم. اول حاجة بجيب الطبق خلاص بتاعي اللي هقدم فيه، واحط الرقاق. بعد كده باخد البصل بالشوربة بتاعتي واحط كده بعد ما بدأ ان هو يهدى شوية، عشان لو حطيته وهو سخن قوي الفتة بتاعتي هتبدأ ان هي تعجن. بصوا الجمال والحلاوة وطعمها خطير. وبعد ما حطيت سقيت خلاص الرقاق بتاعي، هنزل بقى باللحمة المفرومة. هي دي حاجة اضافية مني انا، هي المفروض بقى بتتقدم جنبيها لحمة او بط، لكن انا يعني بحط عليها لحمة مفرومة كده. انا عايزة اقول لكم طعمها يجنن، لازم تجربوها بجد. دي من الوصفات اللي انا بحبها جدا جدا جدا. وطعمها بيبقى حلو قوي قوي. حتى البصل كمان بيبقى تحس واخد كرمله كده شويه، فاصلا هتفتكروه ان هو لحمه مفرومه، هتحسوا ان هو مش بصل. فاتمنى تكون وصفتي عجبتكم. متنسوش لو عجبتكم تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.